السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في الفيديو التاني من السلسلة بتاعتنا اللي هي الدليل الشامل للتقديم على المنح وإزاي تزود فرص قبولك. النهاردة إن شاء الله هيكون أول فيديو عن موضوع كتابة الإسايز أو الخطابات. النهاردة هتكلم تحديدا عن إزاي تبدأ الإساي بتاعك، إيه هي الجملة أو الباراجراف اللي المفروض تبدأ بيه الإساي بتاعك، لأن أغلبنا للأسف بيواجه المشكلة دي، إنه بيكون مش عارف يبدأ بإيه بالظبط. ممكن يقعد كام ساعة يقعد يفكر يعني يبدأ بإيه وهو في الآخر مش بيوصل لأي حاجة. فالنهاردة هنطلع من الفيديو ده عارف إزاي تكتب جملة افتتاحية أو هيدلاين يجذب الانتباه ويخلي اللي بيقرأ يقف مع الإساي بتاعك. كمان هيكون في تطبيق عملي في آخر الفيديو، هنكتب جمل افتتاحية مع بعض وهوريكم إزاي بجيب الأفكار بتاعتها. طيب الجملة الافتتاحية طبعا مش محتاج أتكلم كتير عن أهمية الجملة الافتتاحية وقد إيه هي بتشكل جزء مهم جدا من الإساي بتاعك، لأن هي ببساطة أول حاجة اللي بيقرأ بيشوفها، فهي بتديله الانطباع الأول إذا كان يكمل قراية ولا لأ. فده ببساطة الجملة الافتتاحية. أنا الأول هديك شوية أمثلة لجمل افتتاحية مشهورة لناس اتقابلت قبل كده، فهنشوفها مع بعض وهشرح لكم إزاي كل واحدة فيهم اتكتبت بالظبط، وبعدين هنخش في تطبيق العمل مع بعض. خلينا نشوف أول شكل من أشكال الهيدلاين من خلال الجملة دي. بيقول لك I was taking out the garbage one morning on the Serengeti plain when I realized what had been bothering me. خلينا نتأمل في الجملة دي شوية. الراجل هنا بيقول أنا كنت بطلع الزبالة الصبح في مكان اسمه سيرينجيتي بلاين، وساعتها أدركت إيه اللي مضايقني بالظبط. طبعا للوهلة الأولى هتقول إيه العبط ده، مش فاهم حاجة. بس هي دي الفكرة، إن هو خلاك مش فاهم حاجة في الأول. هو كل اللي عمله إن هو أثار الفضول عند اللي بيقرأ بإنه قال موقف روتيني جدا اللي هو بيطلع الزبالة من البيت، وربطه بمكان مميز. المكان ده بالمناسبة لما دورت عليه لقيت إن هو محمية طبيعية فيها عدد مهول من الحيوانات. فدلوقتي إيه اللي هيجيب إنك تطلع الزبالة في مكان زي ده؟ هقول لك مثلا مثال تفهمه. دلوقتي مثلا أنا بقول لك إن أنا كنت عند الأهرامات، وكنت قاعد مثلا يومين ولا حاجة، رحت طلع الزبالة وراح أرميها، وساعتها كنت بفكر في إيه اللي مضايقني. غريبة صح؟ هي دي الفكرة اللي هو عملها، إنه ربط ما بين موقف روتيني أو حاجة روتينية وربطها بمكان مميز أو حاجة تانية مميزة ملهاش علاقة بيها. فهو في الجملة دي ادى هنت كده أو فكرة عن اللي هيتكلم عنه. هو هيتكلم عن حاجة مضايقاه، فأنا كواحد بيقرأ عايز أشوف إيه الحاجة اللي مضايقاه وهو في مكان زي ده، وإشمعنى الحاجة دي ضايقته وهو طالع يرمي الزبالة مثلا. فده أول شكل، وبصراحة أنا بحب الشكل ده جدا، ولكن مش دايما الواحد بيعرف إن هو يوظفه. فخلينا نروح للشكل التاني ونشوف الجملة التانية. بيقول لك When I first held a surgical scalpel in my hand at the age of 15, I had no idea it would ignite a lifelong passion for medicine. الراجل ده بيقول لما مسكت شريط جراحي لأول مرة بإيدي وأنا عندي 15 سنة، ما كنتش أعرف إن دي اللي هيخليني عندي شغف في الطب لمدى الحياة. ببساطة كل اللي هو عمله إنه بدأ كتابة موقف شخص معين أو لحظة إلهام لحاجة هو بيحبها. طب تعالوا نشوف مع بعض جملة تانية لنفس الشكل ده. بيقول لك On the eve of my first international debate competition, I had no idea that the lessons learned on the stage would shape my future career in law. بيقول لك هنا في خلال أول مسابقة دولية للمناظرة ما كانش عندي أي فكرة إن الدروس اللي اتعلمتها على المسرح دي هتشكل مسيرتي المهنية المستقبلية في مجال القانون. فهنا استخدم نفس التكنيك بتاع الجملة الأولانية بالظبط، إن هو قال موقف معين وقال لحظة الإدراك اللي أدركها بعدها. تعالوا نشوف شكل أو تكنيك أخير للجملة الافتتاحية مع بعض. بيقولك في الجملة دي It was during a quiet moment in the library as I sifted through the ancient texts on philosophy that I first grasped the true meaning of knowledge. تعالوا نشوف مثال كمان للشكل ده وبعدين نشرح الاتنين مع بعض. بيقولك The moment I volunteered in orphanage in Kenya, I learned that the most valuable lessons come not from textbooks but from human connections. طيب في المثالين دول هتلاقي ان المشترك بينهم ان كل واحد بيتكلم عن لحظة ادراك معينة في حياته. يعني مثلا اول واحد بيقول لك وانا بتمشى في المكتبة وبألف في الكتب القديمة عن الفلسفة كانت اول مرة ادرك المعنى الحقيقي للمعرفة. التاني بيقول لك الوقت اللي كنت بتطوع فيه في منظمة مش عارف ايه، عرفت ان الدروس القيمة مش بناخدها من الكتب ولكن بناخدها من التعاملات والتواصل مع الناس. اي نعم ده حاجة كليشيه شوية، بس الراجل اتكلم عن تجربة او لحظة معينة في حياته وقال هو اتعلم منها ايه او ادرك ايه منها بالظبط. وبالمناسبة الشكل او النوع ده من الجمل الافتتاحية هو من اكتر الانواع اللي منتشرة ما بين الناس اللي اتقابلت. طب هتقول لي طب ايه اللي هيخلي الموضوع مميز طالما اغلب الناس بتكتب نفس النوع ده؟ الفكرة ان كل واحد هيكتب موقف مختلف وهيكتب لحظة ادراك مختلفة، فدلوقتي كل حاجة هتكون مختلفة في الجملة، فساعتها انت كده كده هتعرف انك تكون مميز
لو كتبت موقف بس ولحظة إدراك مختلفة عن حد تاني. ولو فكرنا فيها إن أغلبنا عندنا لحظة إدراك معينة في حياتنا، اللحظة دي ممكن تكون بس من سطر معين في كتاب قرأته. السطر ده مثلا غير مفهومك تماما عن حاجة معينة أنت بتفكر فيها. يعني هي الحاجات دي ممكن تكون حاجات بسيطة جدا، مش لازم إنها تكون حاجة كبيرة. ممكن مثلا تكون من بوست شفته وأنت بتسكرول، حاجة بسيطة برضه. بس بالله عليك ابعد عن الحاجات بتاعت الانستجرام والتيك توك اللي هو لحظة إدراك إن أنت بقيت لوحدك، ولحظة إدراك إن محدش فاهمك، لأن ساعتها اللي بيقرأ مش هيفهمك هو كمان، والدنيا هتبوظ على الآخر يعني. فالخلاصة إنك ممكن تشوف لحظة إدراك قابلتك من تجربة معينة، أو وأنت بتعمل نشاط معين، حاجة شفتها أدركت حاجة غيرتك مثلا 180 درجة. فيعني ممكن تمسك في الحاجات دي. بكده اكون اتكلمت عن الهيدلاين او الجمله الافتتاحيه، وذكرت 3 انواع منها بس، اللي هم اشهر الانواع اللي انا شفتها في اختبارات الناس اللي اتقبلوا. طبعا في اكتر من 100 نوع للجمل الافتتاحيه، ولكن طبعا مش هقدر ان انا اغطيهم كلهم في الفيديو. عشان كده جت لي فكره بالاضافه لفيديوهات اليوتيوب، انا عملت صفحه على الانستجرام هنزل فيها محتوى، بس المحتوى ده هيكون كتابي على شكل بوستس بس. دلوقتي مثلا انا نزلت فيديو بتكلم فيه عن الهيدلاينز مثلا وكده، مش قادر ان انا اغطي كل انواع الهيدلاينز. البوست مثلا هيكون فيه 10 هيدلاينز بالشرح بتاعهم وكده. الميزه التانيه اللي انا شايفها للموضوع ده ان ده يكون حاجه زي ملخص، بس ملخص كتابي للفيديو. يعني مثلا دلوقتي انت خلصت الفيديو هتروح تشوف البوست ده، فانت خلاص الفيديو بقى معاك 100%. طب لو انا ما نزلتش البوست بعد الفيديو على طول، انت بس لو عملت فولو للصفحه هو البوست هيجي لك على طول وانت بتسكرول، فانت يا دوبك هتقرا اللي موجود في البوست ده في 5 دقائق، فاستفدت برضه من المحتوى. فالصفحه دي انا شايفها هتكون اضافه كويسه للقناه، بحيث برضو لو في حاجه جديده انا عايز اشاركها معاكم هناك. اكيد طبعا مش هطلع اعمل فيديو عن كل حاجه جديده انا عايز اشوفها هناك. مثلا هيكون في ستوريز، هيكون في بوستس اقدر انزلها، ده طبعا مش موجود هنا. الصفحه مش هيكون فيها محتوى عن المنح بس، هيكون برضو فيها محتوى عن حاجات كتير تانية، ولكن بس عشان الفتره دي احنا مركزين على محتوى المنح وبنعمل سلسله عنه خصوصا يعني، فهتكون التركيز على محتوى المنح الفتره دي. هسيب لك لينك صفحه الانستجرام دي تحت في الديسكربشن لو تحب تعمل فولو هناك. الصفحه دي هيكون اسمها مايل ثرون، الاسم هيظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي اهو. وبس كده، خلينا نرجع بقى لموضوعنا تاني. دلوقتي بقى مرحله التطبيق العملي. هعتبر دلوقتي نفسي قاعد معاكم وبفكر، وهوريكم هكتب ازاي بعد ما افكر. في غلطه بيغلطها كتير من الناس اللي بيكلموني او بيبعتوا لي الخطابات بتاعتهم، ان هو مثلا بيقول لك انا عندي شغف في الطب او الهندسه او ايا كان من وانا صغير، بس كده ويقف. طب ايه السبب؟ ايه لحظه الالهام اللي خلتك توصل للاستنتاج ده؟ لا مفيش حاجه، هو كده وخلاص. ما ينفعش الكلام ده. خليك في اي حاجه بتكتبها تفصيلي ومحدد، واي حاجه بتكتبها اذكر الموقف بتاعها معاها. ما تكتبش انك كنت شغوف بحاجه معينه وخلاص كده، لا اكتب الموقف او السبب اللي وصلك للحاجه دي. خلينا نذكر مثال من خلال جمله عن المشكله دي ونشوف هنكتبها ازاي بشكل احسن. مثلا جمله زي دي: I have always wanted to be a doctor because I love science and want to help people. عايز أكون دكتور عشان أنا بحب العلوم وعايز أساعد الناس. جملة صح 100%، ولكن جملة عامة ومهروسة. تعال نشوف ممكن نخلي جملة زي دي شكلها أحسن إزاي من خلال شوية تفاصيل وبهارات كده هنزودها، ولكن في الآخر هتدي نفس المعنى. تعالوا نحاول نربط الجملة دي بنشاط أو تجربة أنت عديت بها قبل كده. ولنفترض مثلا إنك شاركت في نشاط تطوعي لمدة 6 أسابيع في القاهرة، وبما إنك بقى بتحب العلوم ممكن تكون اشتغلت في توزيع أو فرز أدوية مثلا. ففي يوم رحت لمستشفى صغيرة في قرية معينة عشان نشاط توزيع الأدوية وكده. المبنى بتاع المستشفى كان شكله متداعي وبدون أدوية، ولكن أنت شفت هناك منظر عبارة عن ولد صغير محاط بعيلته، وكان باين عليهم الحزن، وكنت عايز تساعدهم بأي شكل ولكن ما كانش بإيدك حاجة. ومن هنا كانت لحظة الإلهام اللي خليتك تحب إنك تكون دكتور. تعالوا نكتب الجملة دي مع بعض. In Cairo, I spent 6 weeks working with A أو X organization, okay, focusing on medicine distribution as part of my passion for science. دلوقتي أنا في الجملة دي ذكرت المكان، ذكرت المدة الزمنية، ذكرت اسم المؤسسة اللي أنا شاركت فيها، وقلت إن أنا بركز على أنهي نشاط بالظبط فيها، اللي هو توزيع الأدوية أو اللي هو الميديسن ديستريبيوشن. وقلت إن ده جزء من الباشن بتاعي للساينس أو الشغف بتاعي للعلوم. تعالوا نكمل مع بعض. During this time,
I visited a local hospital, a stark concrete structure lacking basic supplies. بعدين بدأت أحكي على تجربة في يوم معين أنا عملتها، اللي هي إن أنا رحت زرت مستشفى ووصفت المستشفى دي كانت عاملة إزاي، اللي هو مبنى متداعي بينقصوا الأدوية، بينقصوا اللي هي الاحتياجات الأساسية. بعدين ممكن أقول تفصيلة كمان على اللي أنا شفتها، فهقول Inside I saw a young boy surrounded by his grieving family. يعني جوه المستشفى أنا شفت ولد صغير كان محاط بعيلته وكان باين عليهم الحزن. تمام كده أنا وصفت تقريبا المشهد بكل تفاصيله. في الآخر بقى هنيجي للحظة الإلهام اللي اجت بعد كل الموقف ده، فهنقول I felt helpless watching that boy, but it ignited a fire in me to bring change. That was the moment I decided to become a doctor. لو قارنا الكلام ده بالجملة اللي ذكرتها فوق هلاقي تقريبا إنها بتوصل لك نفس الهدف بالظبط. يعني في الجملة اللي فوق أنت قلت إنك بتحب العلوم، ولكن في الجملة دي أنت قلت أنت بتحبها إزاي، وإنك اشتغلت في توزيع الأدوية حبا في العلوم. كذلك هنا برضو قلت إنك عايز تساعد الناس ولكن بطريقة غير مباشرة. أنت ذكرت موقف قلت إن شفت ولد صغير وكان محاط بعيلته وكان كلهم باين عليهم الحزن، فساعتها أنت كنت عايز تساعدهم وبالتالي حسيت بالحاجة إنك عايز تساعد الناس، ودي في الآخر اللحظة اللي أنت قررت اللي أنت عايز تكون فيها دكتور. بالنسبة برضو لحوار التفاصيل أنا هتكلم في الفيديو الجاي أو اللي بعده عن إمتى التفاصيل تكون ملهاش لازمة، لأن التفاصيل مش مجرد إن أنا بحشي كلام وخلاص، لأن كل تفصيلة بيكون لها دلالة معينة، وكل تفصيلة ببقى عايز إن أنا أحط بعدها استنتاج معين، فساعات التفاصيل بتكون ملهاش لازمة كبيرة قوي. يعني أنا مثلا هنا في الجملة دي أنا حطيت تفصيلتين بس، اللي هي التفصيلة بتاعة الوصف بتاع المستشفى والتفصيلة بتاعة الولد وعيلته وكده. التفصيلتين اللي ذكرتهم دول هم دول اللي وصلوني للإلهام اللي أنا عايز أكون دكتور، عشان كده التفصيلتين دول مهمين جدا. ولكن في بعض التفاصيل بتكون مش مهمة في الكتابة، أنا برضه هتكلم عن الموضوع ده أكتر في مرحلة الكتابة نفسها. تعالوا نشوف مثال تاني مع بعض لشكل تاني من أشكال الهيدلاينز ونشوف هنكتبه إزاي. مثلا خلينا في حتة لحظة الإدراك. أنا المثال ده لسه مفكر فيه دلوقتي حالا، فتعالوا نشوف مع بعض. مثلا كان في كتاب قرأته من كام سنة اسمه The Magic of Thinking Big. في جملة كده أنا كنت قريتها فيه فعلمت معايا جامد، يعني هو كان شابتر كامل كان بيدور حوالين الجملة دي، بس الجملة دي علقت معايا ولسه معلقة معايا لحد دلوقتي. الجملة بتقول If you believe you can do something you will find the ways to do it. الجملة ببساطة بتقول لو انت صدقت انك عايز تعمل حاجة هتلاقي الطرق اللي تخليك تعمل الحاجة دي. مثال بسيط ولكن فرق معايا ساعتها. بس انا لو هذكر لحظة الادراك دي لازم اذكر قبلها ايه هي الحالة اللي انا كنت فيها او ايه هو التحدي اصلا اللي انا كنت بواجهه، وبعد لحظة الادراك دي او بعد الحاجة اللي انا قابلتها دي انا بقيت عامل ازاي. انا خليني جدع معاكم وافكر من منظور مثلا طالب في ثالثة ثانوي، واحد شايف ان الفيزياء صعبة عليه وشايف انها هتكون عائق في ان هو يخش هندسة. تمام، فدلوقتي تعال نشوف هنوظف الجملة دي ازاي مع المقولة اللي انا لسه قايلها من شوية. دلوقتي انا كتبت الجزء الاول من الجملة اللي هو I once believed that my struggles with physics would stand in the way of my dreams to become an engineer. ده الكلام اللي انا لسه قايله لكم من شوية. تمام، ولكن انا بعد ما قابلت الجملة دي ايه اللي حصل بقى؟ بعد ما قابلت الجملة دي انا صدقت ان انا لو عايز اكون احسن في الفيزيكس فعلا ابقى احسن فيها عادي يعني، وصدقت ان انا اقدر ان انا الاقي طرق في ان انا اكون احسن فيها. فكملت الجمله ازاي؟ until I encountered the transformative idea in the magic of thinking big. If you believe you can do something you will find the ways to do it. بس كده، دي الجمله اللي انا عملتها. زي ما قلت لكم انا لسه جايب الفكره دلوقتي فملحقتش اصلا افكر فيها كتير، ولكن لو انت قعدت تفكر مع نفسك وتشوف حاجه فعلا مميزه وملهمه هتلاقي افكار احسن من كده بكتير قوي يعني. في حاجه بس عايز اقولها في الاخر، انك لو مش عارف تكتب مقدمه للخطاب او الاساي اللي انت بتكتبه سيبها للاخر عادي، وبعدين بعد ما تكتب انت ممكن تاخد الجمله دي من الكتاب اللي انت كتبتها. انا بس قلت اعرفك التكنيكس او الطريقه اللي انت ممكن تكتب بيها، لان على اساس الطريقه دي انت بتبدا تعرف ايه هي الافكار اللي انت اصلا محتاج تجيبها. دلوقتي بقى تسالني طب انا ازاي اجيب اصلا افكار للكتابه؟ يعني من اول الفيديو عمال تكلمني عن الجمله الافتتاحيه وازاي اكتبها ولحظه الادراك ولحظه اللي مش عارف ايه، طب انت برضه ما كلمتنيش عن ازاي اجيب افكار للكتابه دلوقتي. بسيطه يا عم، روق. ان شاء الله في الفيديو الجاي هتكلم عن ازاي تعمل عصف ذهني وازاي تجيب افكار للكتابه بتاعه الخطاب بتاعك. فتاكد انك عامل بقى سبسكرايب للقناه عشان يوصلك ان شاء الله الفيديو الجاي. لو عندك استفسار ممكن تبعت لي على الانستجرام، هسيبه تحت في الديسكربشن، بس ابعت لي على الاكونت الشخصي، ما تبعتليش على اكونت الصفحه اللي انا اتكلمت عليها في نص الفيديو، عشان غالبا في حد تاني هيكون ماسك الصفحه دي، مش انا اللي هكون ماسكها. وبس كده، ان شاء الله الفيديو يكون فاتكم باي شيء، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.